جماعة النهاردة زي ما انتم شايفين احنا في منزل المرحومة بسنت الله يرحمها. وزي ما انتم عارفين طبعا ان السوشيال ميديا ملهاش غير الكلام وكله بيتكلم، والمواضيع تاخد اكبر من حجمها بحاجات لا تمت للحقيقة بشيء. احنا النهارده مع والدة المرحومة بسنت في منزل بسنت زي ما انتم شايفين في مكان الواقع زي ما حضراتكم برضو شايفين. فخلينا نرحب بالام ونقدم لها واجب العزاء. اهلا بحضرتك بيكي يا حبيبتي. اهلا بيكي. طبعا حضرتك يعني احنا بنقدم لك العزاء طبعا والبقاء لله، وحضرتك اكيد فيك البركه والصحه طبعا للبنات طبعا، الحمد لله. ومحدش هيقدر يوصيك عنهم اكيد ابدا، عمر ما حد يقدر يوصيني عليهم عشان دول روحي اساسا. طيب حضرتك عارفه طبعا ان السوشيال كلها كانت بتقول ان حضرتك تخليتي عن البنات ورفضتي ان انت تستلميهم، وبالفعل ان انت سلمتيهم للمدرسه بتاعتهم. ايه واقع الحقيقه؟ الحقيقه ان انا كنت في النيابه عامه، فكانوا معايا تالين وإيلان، ففي المدرسه جايه معايا عشان مش قادره امشي وكده. فهم كانوا معايا، فقلت لها اخديهم، بس هي اخش واطلع. هم كانوا بيسرقوهم جوه طبعا عشان التحقيقات النيابه، كل شويه اخدهم وانا اخش شويه وهم شويه. فجت ميعاد الدفنه بتاعت بسنت، فقلت لها خليهم معاكي لغايه لما يعدي الموضوع ده، فاهمه؟ طبعا عشان اخدهم البنات عشان نفسيه. ما نقدرش ان احنا ما اقدرش اخدهم في الموقف حاجه زي كده هتبقى في واقع ذهننا اصلا، ما يتعرضوش لكده بالظبط. بس ورجعت بعد ما حصل اللي انا وصلت بنتي، خدتهم وانا قاعده معاهم، خدتهم وانا قاعده معاهم. ودي إيلان يعني ما فيش موضوع وتالين عندي، بس مش عايزه تالين تطلع شو يعني سجل. جماعه انا شفت تالين وشفت إيلان زي ما انتم شايفين. انا طبعا انا ما كانش في ميعاد ما بينه وما بين طنط، وبرغم ان بسنت كانت حبيبه الملايين وحبيبتنا طبعا، ولكن انا حبيت اوجه رساله للناس اللي ما بتبصش طبعا لوجع قلب ام قد ما هي موجوعه، احنا بنزود وجعها. يعني الام هنا وكانت علاقتها. طب بالنسبه لعلاقتك ببسنت بنتي ايه؟ بنتي علاقه ام ببنتها عادي جدا، ما بنسيبهمش وقاعده معايا، وانا مربيه إيلان وهي في شغلها في كليتها كانت وخدت الليسانس. لا بسنت حاجه تانية، بسنت دي حاجه كده نادره في الدنيا. ازاي يعني؟ بسنت دي ميراثي اساسا. حضرتك كنت عندها قبلها؟ كنت لا يوميها، نفس اليوم؟ يوميها يعني نفس اليوم يا جماعه كانت مامتها بالفعل مع بسنت هنا في البيت. كنت عندي والبنات كانوا موجودين والبنات ايوه ماما عادي، وبسنت ما فيهاش حاجه خالص، بس هي ضغط الحياه، ضغط الدنيا، ومش عارفه دول عايزين بابا عايزين بابا. هي حاله من الاكتئاب بس كده، حاله من الاكتئاب جات لها. انا عملت ايه عشان يجراني كده؟ انا عملت ايه عشان يجراني كده؟ انا في ايه؟ بس كده. طب طنط ممكن نقول النهارده موقف بابا الولاد ايه النهارده؟ ما بانش ولا في العزاء ولا لما بيتهم اتحرق ولا اي حاجه. احنا سمعنا يا جماعه ان منزل بسنت بالفعل اتحرق قبل كده من سنه بالظبط. ما حدش وقف جنبهم غير الجيران، صح ده؟ الجيران هي اللي عملت البيت ده تاني، هو ما دفعش جنيه، الجيران ابدا ولا مامته حتى سألت عليهم اذا كانوا عايشين ولا ميتين. يعني الجزء بتاع الشقه هو ولع كله بالعفش بحاجتها باوراقها، ما كانش فيه اي حاجه غير ان حيطان نازله كمان. احنا سمعنا طنط كمان ان حضرتك كيسي لقيتيهم اصلا وسط النار جوه، يعني طبعا طبعا في نار اصلا. بعد دول ما عنديش حد، اكيد بعد دول انا ماليش حد في الدنيا الا هم. ازاي اتخلى عنهم؟ ازاي اسيبهم؟ يبقى انا بقى اللي كافره بقى، يبقى انا ست مش تمام.
طب حضرتك نزلتي في اليوم ده هي كانت كويسه مفيش كانش حاجه، في أي وكانت حاجة؟ نزلت خرجت يعني كانت ورجعت خارجه مع اصحابها ومفيش اي موضوع او اي حاجه؟ خالص وما فيش اي حاجه يعني. وهي الحمد لله كانت ست شايفه اولادها، مش حرماهم من حاجه، بتوديهم احسن اماكن، بتلبسهم احسن لبس، رغم ان هو بيسيب لها 4000 جنيه، يعني هي كانت بتشتغل 4000 جنيه 4000. يوم ما جد زودتهم قالت لهم يلا خدوا 500 كمان، وفاهمه؟ طبعا ده هتلاقي عن طريق المحاكم وبعد محامين وبعد حاجات كتير. هي نفسيا كانت متدمره نفسيا. طيب طبعا انا مقدره طبعا الحزن اللي حضرتك فيه ووجع القلب اللي حضرتك فيه، ولكن حابه اسال حضرتك يعني مين بلغك بالموضوع؟ انا كنت بعد ما رحت للدكتور تعبت، فرحت البيت عندي هنا قريب من الأمية، فنمت. فانا لا بطلع لايف ولا بعرف الكلام ده نهائي، انا ماليش فيه. هي كانت ماليش انا في الكلام ده. فبنت خالتي اتصلت بيا قالت لي طنط، قلت لها قالت لي بسنت. لما لا بسنت قالت لي بسنت عايزه ترمي نفسها من البلكونه. كانت اتفرجت على اللايف اصلا؟ هي البنت ايوه حد معاها في مين؟ كان يعني صحابها اللي شافوا؟ ما حدش لحقها. اتصلوا بحضرتك؟ ما حدش لحق. لا دي بنت خالتي. بنت خالتك؟ ايوه. قالت لي الحق بسنت عايزه تعمل كده. قلت ما كملتش الكلمه، كنت لابسه وفي الشارع. فجيت لقيتها. خيلتي طبعا الموضوع هزار ولا خدتيه بجديه؟ لا خدت بسنت تحب الحياه. بسنت موديل ومحاميه وصبرت واستحملت كتير وشافت كتير وضحت كتير وكان عندها قوة وإرادة كمان لوحدها. 5 سنين بتربيهم لوحدها، متحملة كل حاجة، يعني هي متحملة كل حاجة. جيت لقيتها في الإسعاف يا شيماء. ما لحقتيش. يا ريتني كنت أنا. بصي يا طنط، احنا مش هنقدر نقول غير لكل أجل كتاب، وحضرتك طبعا مؤمنة وحاجة بالله ان كل واحد ساعة وتاريخ ووقت وساعته بتيجي لا تؤجل ثانية ولا تقدم ثانية. خلاص أمر الله بينفذ والروح بترجع للي خلقها. احنا دلوقتي عايزين نأكد للناس ان البنات طبعا مع حضرتك، وحضرتك بالفعل موجودة مع البنات هنا وفي شقة بسنت الله يرحمها. حضرتك حابة توجهي ايه للناس اللي ممكن تكون يعني مش مدركة ولا مستوعبة وجع اللي الناس بتبقى فيه، وبيزودوا كمان على الوجع بالكلام الكتير يعني وكلام ملوش اي لازمة والناس فيها اللي مكفيها يا جماعة. يعني لا الام اتخلت ولا سابت البنات ولا البنات مع مدرسة ولا رفضت استلامهم، لان هم بالفعل انتوا شايفين حضرتك حابة تقولي ايه؟ قول بلاش الظلم، ولو ابوهم عنده شوية دم او عنده رحمة كان جاو سأل عليهم. لكن ولا عايزة ولا اي حاجة. إيلان ما شافتهوش وهي عندها 5 شهور، هي ما تعرفوش اساسا. تالين يمكن شويه، لكن إيلان لا. هو ما بيحاولش يتواصل معاها؟ لا، بيبعت لهم ال 4000 جنيه كده وانتهينا على كده. بس هو حاجه كويسه فيه. إيلان انت في سنه كام يا إيلان؟ ان هو بيبعت لهم مصاريف المدرسه. جميل. طبعا. ايوه. انت بتحبي ننال؟ هي معاكوا على طول وكويسه معاكوا طبعا، صح؟ انت جميله وهتبقي احلى واحلى كمان. شكرا. وانا بتنبأ لك كده ان انت عايزه تطلعي دكتوره ولا تطلعي ايه؟ نفسي اطلع مدرسه. احلى مدرسه في الدنيا كمان. شكرا حبيبتي. بصي يا طنط، طبعا مش قادرين نقول لحضرتك غير يعني ربنا يقويكي ويصبر قلبك وتكوني عوض وسند للبنتين دول،
لان يعني انت لسه كنت بتقولي دول ريحه بسنت او دول بسنت اصلا، يعني على قد ما كنت بتشوفي مثلا التضحيه والحياه اللي كانت بتعيشها عشانهم، يعني هما اتنين معاكي بقى، يعني ربنا يقويكي عليهم يا رب. لكن انت ما عندكيش حضرتك يعني استعداد ان انت تسيبيهم لحد زي ما الناس بتقول، ولا حد طبعا طلع وقال انا في ناقد او كاتب صحفي بيقول انا هاخدهم واتكفل بيهم بدل ما عندي بنتين بقوا 5. بصي كتر خير اي حد يتكلم كلمه كويسه واي حد يقدم الخير كتر خيرهم، انا ما اقدرش اقول حاجه، بس انا عمري ما هفرط فيهم لاي حد كده، بس انا عمري ما هفرط فيهم لاي حد ابدا ابدا. ولا حضرتك هترفضي ان انت تكملي حياتك معاهم؟ لا يا حبيبتي، انا ما وريش حاجه في الدنيا الا هم، انا ورايا ايه يعني؟ لا زوج موجود ولا اي حد موجود، فانا ورايا ايه؟ وريش حاجه الا هم. وانا كنت اساسا معاهم، يعني كنت بقعد معاهم، ولما بتعب وكده بروح اقعد في شقتي، وهم مع مامتهم مع مدرسينهم بياخدوا دروس في كل حاجه هي متحمله بيها. الاب طبعا شايل ايده من من فلوس من كل حاجه. وفي اقوى يا طنط من الظروف اللي حضرتك فيها واللي حصل للام وهو مش موجود هنا، يعني باي قلب وباي رحمه وباي صفه. فين جدتهم؟ فين جدتهم؟ فين جدتهم بالظبط؟ فين؟ والجده موجوده، وهي لو جدتهم ايوه في سيدي بشر ما اعرف ايه، هي لو جت وخبطت على الباب ده انا هرحب بيها، ده اكيد. انا مش همنعها عن ولاد ابنها، مش ممكن. احنا عندنا اصل، احنا ولاد ناس، احنا مش اي كلام ماشي. فما حصلش الكلام ده دلوقتي، يعني انا بحسبها هي تيجي تواسيني ببنتي طبيعي، او بلاش انا بلاش. حضرتك طبعا في بدايه لقائنا مع بعض كنت بتقولي ان المحامي بتاعه تواصل مع حضرتك. ايوه يعني هنقول ما بيشوفش السوشيال مثلا، ما حدش قال له، مش عايش اصلا في الوجود وفي الدنيا اللي احنا فيها مثلا. ولكن ده كمان المحامي بتاعه تواصل مع حضرتك وقال لي هنيجوا، ويوميها قال لي كلنا هنيجوا نتجمع، هيبقى ايه؟ طيب فينك انت؟ طيب ما انت لغايه دلوقتي ما جيتش. فينك انت؟ طيب ما انت لغايه دلوقتي ما جيتش، عشان اعرف انا هعمل ايه، الشقه دي ظروفها ايه، دول يعني لازم اجيب لهم واحده تقعد معايا. حضرتك قلتي الشقه ظروفها ايه يعني وهي موجوده؟ كان بيبعت شرطه ده من سنه ونص حاجات كتير اتعرضت لها. وراحت خدت في ميامي، وهي بسنت اساسا من سموحه، اتولدت في سموحه وعاشت عيشه برنسيسات، واتخرجت ومعاها كان بتاعها، بس مش كل ده مش مكفي. راحت اشتغلت وبقت تنزل وتشتغل وتجيب عشان تقدر ان هي تخليهم في مستوى كويس. كل ده هو مش موجود، هو مش موجود اساسا، هو اصلا مش على الخريطه يعني. ولا مامته وعمها ظابط، عمهم ظابط، وكان عندهم لواء. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اب تنصل من ولاده. ايوه في كل اب يعني خلف ده عنده ولد على فكره، يعني هو بيرمي الام اللي هي كل استطاعتها كلها. دي ست يا جماعه، الست لما تتحمل قدرة راجل ما قدرتش تكمل، هي ما قدرتش تكمل بقى، ضغوط عليها، ما قدرتش تكمل. الموضوع كان صعب عليها، كان صعب جدا. 4-5 سنين وهي شايله المسؤوليه لوحدها، 4-5 سنين وهي راجل وست واكل وشرب وخدمه وكل حاجه. طبعا انا مش قادره اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل في جهود الابهات والشخصيات اللي زي دي متكرره كتير، وزي بسنت كتير. بس الفرق يا جماعه ان بسنت كانت طاقتها خلصت، استسلمت، يعني يأست من الحياه. ضغوط الحياه لما بتبقى على ست وبتحس ان هي لوحدها، صدقوني الموضوع بيبقى قوي جدا، وحاجه بتوجع اي ست على وجه الارض. فحسب الله ونعم الوكيل في كل راجل ما اتقاش ربنا
في رزق ربنا بعتهوله، ايا كان، في زوجه، في ولاد، في خلفه. عشان شيماء تخيلي مين كان بيسأل عليهم؟ تخيلي مين؟ مراته القديمة، مراته القديمة. وكل حاجة كانت في عيد هي اللي تجيب لهم الهدايا بتاعتهم، اللي تاخدهم معاها مع الابن برضه. حابة تقولي ايه للرجالة اللي بتبقى بالصفة دي؟ ربنا ينتقم منكم. في ربنا موجود، ربنا ينتقم منكم، وربنا ينتقم من كل واحد سايب ولاده او مش بيراعي ولاده او مش بيشوف ولاده، ودي نتيجة الإهمال بتاع الأب. دي النتيجة. بس أنا بنتي هي اللي روحي راحت مني بس كده. مفيش أحن من ربنا عليهم بقى، وأنا طبعا ربنا وبعدين أنا. أي حد يا جماعة النهاردة في ظروف ومر بيه نفس التجارب اللي احنا بنسمعها، يعني بلاش اليأس، بلاش نوصل لنفس المرحلة. يعني احنا بنسيب ورانا قلوب بتتوجع كتير قوي، ناس بتتوجع وحياة بتتوجع، وانا مش قادرة اتكلم اكتر من كده طبعا عشان خاطر البنات اللي موجودة. ولكن يعني انا بوجه رسالة للأب، يعني هتروح فين من ضميرك مجرد انك بتعرف ان انت وصلت ست لمرحلة زي دي. وانا مضطرة انهي مع حضرتك اللقاء وربنا يصبر قلبك. بس يا حبيبتي على ظروفكم حبيبتي، انت جيتي سألتي على حبيبتي، سألتي على إلى المتقين. اكيد هم هيبقوا على طول، يعني بسنت موجودة وهم موجودين، واحنا كلنا اولادك. هي موجودة بروحها وبأعمالها الحلوة يا جماعة. عايزة أقول لكم إن بسنت كانت من أجمل الناس روحا وشكلا وموضوعا. كل حاجة كانت فيها حلوة. هي سابت لك برضه وردتين حلوين قوي قوي قوي، وريحتها دايما هتبقى فيهم. وربنا يصبر قلبك ويقويك يا رب. شكرا يا حبيبتي، يا رب. شكرا.